مراتي قالت لي يا حبيبي نفسي في أكلة سمك معتبرة من إيدك، انزل اشتري سمك صاحي وأنا هعمل لك أحلى صينية. نزلت وجبت سمك كبير وصاحي وبيلعب، ورجعت البيت سبته في المطبخ ونزلت أصلي الجمعة. عيب تشوف اسم سيدنا محمد قدامك وما تعملش إعجاب ولا حتى تصلي عليه في التعليقات. وأنا راجع لقيت مراتي واقفة في الصالة وشكلها مرعوب. قلت لها مالك، السمك استوى؟ قالت لي وهي بتترعش السمك طالع شرير يا محمد. أنا جيت أنضفه، واحدة قامت نطة من الحوض وعضتني في صباعي، رحت رميت السكينة وجريت، والقطة دخلت المطبخ دلوقتي وقفلت الباب وراها. ضحكت وقلت لها يا بنتي ده سمك مش تمساح، والقطة دخلت تاكل، تعالى شوف المهزلة دي. دخلت المطبخ لقيت المنظر كالتالي: القطة قاعد فوق التلاجة والسمكة الكبيرة واقعة على الأرض وعمالة تنط. مسكت السمكة بالعافية وحطيتها في الحوض وقلت لها ها هتعملي ايه دلوقتي؟ قالت لي بكل ثقة انا قررت ان انا نرجع السمك ده البحر تاني عشان حرام نكسر بخاطرهم، ونطلب احنا حواوشي عشان القطة تهدى اعصابها. بصيت للسمك وبصيت للقطة اللي فوق التلاجة وبصيت لمراتي وقلت لها انا اللي استاهل اني دخلت سمك البيت وفي قطة، وانا مش قصدي القطة اللي فوق التلاجة.